جابزة تيانا الفبز تي أدي جابزة تي لبقة حابز تي دشة زربل تريبوش خنو ج شخش عبد الهادي أدغجة تخن يجل ديستقي تشتش شقي دقمة قوابة شخم الله حق وجهه زكاة بيتصجته بلان. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى الدرس الثالث من دروس تعليم اللغة الآدغية. لدينا الآن مجموعة من الحروف طبعا باللغة الشركسية. الحرف الأول لدينا حرف ب، مثل حرف البي ولكن يلفظ بالشركسي ب. حرف الب له شكلين، الحرف الكبير والحرف الصغير. ب معناته بيجي معناته أنف، ب أنف. ب بدل على شيء أمامي، فرت يعني قائد، باشا يعني كمان قائد. ب إذن بدل على شيء أمامي أو منخار، لأنه الأنف الإنسان قدامه كمان، يعني سموه ب اسم على مسمى. ب الباء قلنا إلى نوعين، حرف كبير وحرف الصغير. بعد الحرف الب بيجي حرف البي مع الهمزة، بي مع الهمزة. هذا حرف مركب. الحروف المزدوجة أو الحروف المركبة شائعة باللغة الشركسية وباللغات القديمة أيضا. البي زائد همزة يساوي ب، ب يعني ب وهمزة ادمجون مع بعضهم بصير ب، ب. كلمة ب أو الحرف ب بصير كلمة، بصير حرف. أحيانا بقول للحروف كلام، لأنه أيضا الحروف أحيانا بتكون الحرف بيكون كلمة. يعني ب فرشة، ب فرشة، ب مكان، مستقر، مستودع. ب يعني أو بيجي مكان، مستودع، مستقر، فرشة. ب ب إذن ب زائد همزة بصير ب. انتبهوا لللفظ، ب ب بصير فرشة. حرف الب طبعا هذا حرف واحد، صحيح مركب من حرفين ولكن حرف واحد. ب له شكلين من الكتابة، شكل كبير وشكل صغير. ب إذن ب ب فرشة. بعد الب بس بيجي حرف الار، ر حرف الار. حرف الار هذا لا يبدأ فيه الكلام باللغة الشركسية كثيرا، قليل جدا. وأكثر كلمات من الكلمات الداخلة على اللغة الشركسية مثل كلمة رحت، رحت من راحة، راحة رحت. رازة من رضا، الرضا رازة. وبالتركي كمان بيقولوا له رازة. يعني الار لا يبدأ فيه الكلام، ما بيحبجوا، لأن الر أو الري باللغة الشركسية، يعني باللغة الشركسية الكلمة تعني بواسطة. مثلا رجب، العب به رجب. رشخ كل به، ربك انظر به. حتى الشراكس يعني ما بيسموه رجب،
رجب ما بيسموه، يا بيقولوا يرجب يا بيقولوا جب أو يرجب. وكلمة جب أحلى من يرجب، ولكن الشراكس اللي بالقوقاز بيسموا يرجب بدل ما يقولوا رجب يرجب. إذا حرف الراء هو لا يبدأ فيه الكلام كثيرا في اللغة الشركسية، يعني قليل جدا الكلمات المبدوءة بحرف الأر، وأكثرية كلمات داخلة من غير لغات، سواء كان روسي عربي تركي إلى آخره. حرف الإر هذا كمان له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف الصغير، وهو يشبه حرف البي باللغة الإنجليزية أو الفرنسية تماما، حرف الإر بالروسي بالشركسي. بعدين بيجي حرف السين، س مثل السي بالإنجليزي، في نوع واحد من السين باللغة الشركسية، يعني ما مثل اللغة الإنجليزية في اس وسي لا، هذا حرف السين فقط لا غير، ما بيلتفظ كاف، بضل السين على حاله. السين له نوعين من الكتابة، حرف صغير وحرف الكبير. الحرف السين س ضمير الشخص المتكلم، أنا أنا سسقى، أنا ذهبت، سسلغ، أنا رأيت. ضمير الشخص المتكلم، بيجي معناته أيضا آلة قطع، سكين، سكين المطبخ الكبير الحجم اسمه صغير الحجم سجي، سجي. بيقولوا شجي، لا، سجي. الكلمة الأصيلة سجي. سشكو سيف، سيف منحني. ساشكا سيف مستقيم. إذا آلة القطع، طبعا مثل ما قلنا أي حرف له كتابة كبيرة تخرج خارج السطرين، وكتابة صغيرة حرف صغير. بعد بيجي حرف التاء، مثل التاء باللغة الإنجليزية تماما، ومثل التاء باللغة العربية لفظا يقول مثل الحرف التاء، ما له غير هالاستعمال. تاء له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. تاء معناته نحن ضمير الشخص المتكلم جمع، أو الأشخاص المتكلمون جمع. بيجي معناته عطاء، عطاء، عطاء. اعطي، اعطي كمان. وفي كمان للفعل اللازم، للفعل المتعدي، هذا عطاء وهذا عطاء. طبعا التاء له كثير معاني، في معناته الأب، في معناته الشمس، في معناته، بس مش له معاني يعني كثيرة، مشان يفصلوا هذا عن هذا حطوا للشمس كلمة غا، صار تغى، يعني غا سنة، الشمس السنوي مثل ما تقول، أب إلى آخره. إذا حرف التاء يقوم مقام حرف التاء باللغة العربية لفظا، وحرف التاء بالإنجليزي لفظا وكتابة. بعد الحرف التاء بيجينا التاء إذا أضيف إلى حرف التاء الهمزة بصير تاء وهمزة قربون على بعضهم شوي،
ادمجون مع بعض ط ط ط ط، معناته احفر فعل امر. نحن من يعني معلش نحن احيانا بنقول ط، ما ط، ما في حرف الط بالشركسي، ط ط ط، الاصح يقولوا ط، ما ط، ما ط، يا ط، ما يا ط. هنا هنا بصير الفرق ما بين اللغة حسب القواعد أو اللغة المرسلة هكذا. ط إذا بيجي معناته فالأمر احفظ ط، بيجي معناته كبش، ذكر الخروف الكبش ط. وحرف الط التاء زائد الهمزة ط له شكلين من الكتابة، شكل كبير وشكل صغير. ط ط. بعدين بيجي حرف الواو المضمومة أو اللي بعد ألف أو الكسرة. في عنا يعني مثل الواي بالإنجليزي، هذا بصير وو وي، وو وي، بيجي هيك وبيجي هيك وبيجي هيك. عنا واوين باللغة الشركسي، الواو المفتوحة، الواو المفتوحة مثل الأو بالإنجليزي، والواو هذا الواو المضمومة أو اللي بعد ألف أو اللي بعد أو كسرة. أما الواو هذا ما ممكن يجي بعد فتحة، متى ما اجت وراء فتحة ما بصير، بدها تنكذب الواو الثاني هذاك الواو و. إذن هذا الواو بصير وو، ونا، ونا، أو وانا، وانا سرج حصان وانا. أو ياء مكسورة، أو ياء مكسورة. إيه هذا الواو أيضا، هذا الواو وو أو وا أو وي له شكلين من الكتابة، شكل كبير وشكل صغير. بعدين بيجي معنا حرف الفاء، حرف الفاء ف بالتشركسي ف، مثل حرف الفاء نفس يقوم مقام حرف الفاء باللغة العربي تماما، وبالإنجليزي لفظ باللفظ مش بالكتابة. ف بالتشركسي حرف الفاء بدل على شيء اسمه نور، بدل على شيء اسمه خير، بركة، يعني نور خير بركة. مثلا بيقول لبف، لقف، نطف، وبف إلى آخره. إذا الشيء أبيض أو شيء نور أو شيء يعني خير. لبف، لبف للحصان هو اللي اجره سيقانه في اجرين بقع بيضاء. اما بالنسبه للعروس مثل ما بتقول قدم خير، لبف، نبف، كمان نبف للانسان. اما نطف للحيوان اللي نجمه بيضاء بين عيونه، نطف. اذا حرف الفاء هذا له نوعين من الكتابه، الحرف الكبير والحرف الصغير. يدل على النور ف، على البياض ف، وبيدل على الخير والبركه والتفاؤل بالخير ف. والفاء بالتشركسي حرف الفاء من الحروف الجميله جدا. يعني متى ما حطيت الاف بتلاقي قلب الجمله كلها لشيء هيك خير بركه، بعكس الياء بالتشركسي. بعد الحرف الها الفاء بيجي حرف الخ، خ مثل الاكس بالانجليزي بالضبط. خ له شكلين من الكتابة، شكل كبير وشكل صغير. وخ بيجي معناته ستة، خ بيجي معناته بحر، خ بيجي معناته فعل أمر احصد. خ يعني حروف اللغة الشركسية يمكن أن يقال إلى كمان كلمات،
لأن ما بس حرف، لأنه في كثير من الحروف الشركسية كثير جدا، يعني كل حرف له معنى كلمة من الكلام. إذا بتقول له كلمة أو حرف يعني منطقيا ما له فرق. خ إذا 6، خ بحر، خ أحصد. بعدين الخ هذا بيجي من سوابق الكلام، من سوابق الكلام يسبق تسبق جذر الكلمة ليدل على حصول العمل ضمن شيء. خحاغ دخل إلى، خجغ خرج من، إلى آخره. إذا حرف الخ هذا مثل الحرف الإكس بالإنجليزي، اللي شكلين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. أرجو أن تحفظوها بشكل جيد. خ خ خ. الحرف اللي بعده حرف الخ مع المضخم. حرف الخ مع المضخم. قلنا سابقا أنه في مضخم للحروف، في مخفف ملطف للحروف. هذا المضخم إذا دخل على حرف الخ بصير خ، مثل حرف الخاء باللغة العربية بالضبط. يقول بنفس مثلا بدك تكتب خالد، بدك تبدأ بالحرف هذا خ. مثلا بدك تكتب خاتة، خ مثلا. إذا حرف الخ مع المضخم بصير حرف خ. وحرف الخ خ. خ فعل أمر معناته انسج، النسيج، انسج. خ مثل نسيج الصوف. له شكلين من الكتابة، الشكل الكبير حرف كبير وحرف صغير خ. بعدين بيجي حرف الخ مع المخفف. الخ مع حرف التخفيف بصير ح ح ح. ح إلى معاني كثيرة جدا، وهالحرف هذا بدنا نوقف عنده شوي لأنه له خصوصية للحرف الح. أولا ح شعير، ح كلب، ح بيجي معنات معنات الأخذ. حرف الح من الحروف المقدسة لدى الشراكس. ليش؟ كل العائلات العريقة اللي بيفتخروا بعائلاتهم عنا بيبدأ بحرف الح. ح ما معناته يعني هن تيمنا بالكلاب، لا، ولكن له حرف مقدس، يعني حرف مقدس، ولكن بطل استعماله ما عاد يعرفوا العالم. مثلا في عائلات حاغور، عائلة شركسية عريقة بالجولان. حراتق كمان عائلة عريقة موجودة بقفقاسيا، موجودة بسوريا بخوساي. حج، حج معناته الفارس المقدام اللي ما بيتراجع، حج. بعدين حاتخر الحسيين، حاتخر الحسيين. حبهاجقوا، حبهاجق كمان في عائلة عريقة بتفتخر بنسبها. إذا حرف الحاء له شيء من القدسية، يتصل بالخالق الله سبحانه وتعالى. بالتشركسي تحا، تحا. الحاء له علاقة بتحا، ولكن كيف ما حسنت أعرف. إذا حا شيء كلمة مقدسة يظهر، يعني يبدو لأول وهلة أنه من كلمة شعير. الشعير كان قوت الشركس قبل ما يعرف الحنطة، بدليل أنه بيقولوا حلج، حلق، حرب، حلب إلى آخره، كله بالحاء. لو كان بيعرفوا القمح بالأول ما كان قالوا حلق، كان قالوا كوتسلو، ناترفلو.
فقلوا، ولكن عرفوا الشعير سموها، ولذلك كلمة ح من الحروف المقدسة عند الشراكس. ولا العائلات العريقة ما كان يسموا حالهم بهالاسم هذا. بعد الحاء، طبعا الحاء له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. بيجي حرف ت ت ت ت معناته سن. سن من أسنان الإنسان بيقولوا له ت ت ت. له مثل اليو ولكن له استطالة صغيرة لتحت. ت ت له شكلين من الكتابة، الشكل الكبير والشكل الصغير. ت ت سن ت بيجي معناته حد. حد شجاتسر بيجي معناته أيضا السن قطعة فولاذية. كمان ما انه السن بيجي سن بني ادم، كمان بيجي اسنان قطعة فولاذية بيستعملوها بالميكانيك يعني. ت كمان مثل ما قلنا له حرف نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. آخر حرف اللي بدنا ناخذ اليوم، آخر حرف بدنا ناخذ اليوم هو حرف ت. ت مع الهمزة. ت مع الهمزة شو بيصير؟ ت ت وأ بصير ت ت ت ت. تين تاء وسين وهمزة مع بعضهم بصير ت ت ت معناته اسم. ت بيجي معناته ايضا قمل. ت اسم ت قمل. وهذا الحرف ايضا له شكلين كتابه، حرف كبير وحرف صغير. اذا حرف الت، الت يعني التاء والسين بصير ت، ضيفي لهم همزه، تاء وسين وهمزه مع بعضهم بصير ت ت ت ت اسم. ت اسم. أعزائي الطلاب، بنعيد قراءة الحروف مشان تتمكنوا من اللفظ بشكل جيد، وأرجو أن تتمرنوا على لفظ الحروف بشكل جيد، وأن تستعينوا بكبار السن من أهل، أم، أب، جار، جارة إلى آخره، ما بقصر أبدا. انتبهوا. ب ب منخار. ب بدل على شيء انه امامي. ب بدل على شيء انه امامي. برت باشا. والبي مع الهمزه بصير بي وأ. شو بصير همزه؟ ب ب ب معناته فرشه. ب معناته فرشه. ب معناته مكان مستودع. سابقه معناته غمد السيف. في حرف الار. حرف الار هذا لا يبدأ فيه الكلام الأفعال باللغة الشركسية قليل جدا، وهذه الكلمات بتكون كلمات داخلة على اللغة الشركسية مثل رازر رحت إلى آخره. الحرف الار هذا معناته بي. رجق بي. العب بي. رتخ اكتب بي. س معناته سكين أو أنا. ت نحن. ط ط احفر فعل أمر. ط ط كبش. كبش. و ضمير. ضمير ملكية الشخص المخاطب. و ف ف معناته بدل على شيء أبيض، نور، خير،
بيتفائلوا بحرف الف كتير. خ معناته 6، خ معناته بحر، خ بيجي سابقة يدل على حصول العمل في ضمن شيء. خ معناته انسج، فعل أمر. الخ مع المضخم بصير فعل أمر. بعدين الخ مع المخفف بصير ح كلب، شعير، أخذ. بعدين بصير ت تاء وسين ت سن. بعدين بصير تص اسم، تاء وسين وهمزة بصير تص اسم. أعزائي الطلاب، الآن ننتهي من هذا الدرس. أرجو أن تحفظوا هذه الحروف بشكل جيد، راح يساعدكم كتير كتير باللغة إذا حفظتوا الحروف. ونتمنى لكم وقتا جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.